يا صباح الفل والهنا والسعادة على حبايب أم هنا. النهاردة يا حبايبي هنعمل روتين في المطبخ، بس روتين حلو جدا. هيسهل معاكم لو عندكم إكوام من المواعين، هيسهل معاكم بإذن الله، مش هتمسك معاكم ثانية إلا ثانية. فكرة بإذن الله تحبوني عليها وتدوني لايكات كتير وهتسمعوا الفيديو للآخر. صلوا على النبي يا غاليين، وحدوا الله. ويلا بينا. أول حاجة دخلت على المطبخ بتاعي، طبعا المطبخ بتاعي داخلة في 15 يوم، يعني المواعين بس سطحي، بس أنا ما دخلتش فيه خالص من الحيطان بقى، من تصميمة العيد بصراحة. ورا البوتاجاز، والبوتاجاز يعني صفيت الدنيا خالص. شغلت الراديو بتاعي، وهو ده أول حاجة. لو عندك إيه ودخلت على الراديو وشغلت إذاعة القرآن الكريم، الله على الجمال. كفاية إن أنتوا بتصباني ولا بتعملي حاجة، ودنك مع القرآن كده، في آية في حديث، فقلبك بيستريح ومخك بيذهب معاه، وانت وشغالة مش بتحسي بأي خدمة. دي أول حاجة. تاني حاجة، أنا عندي كروانة بحط فيها صابوني، وبجيب سلكتي وبغسل في الكروان. أولا ما بتهدريش مية، تانيا ما بتهدريش صابون، تالتا بتحس المواعين كلي بمية سخنة. بتاخدي المواعين كلي زي ما انا وريتكم في اول الفيديو. الكروان اللي انتوا شفتوها غسلت كل مواعيني ما عدا، بس لو عندك ألمونيا هتصبنيها هتلمعيها. طبعا الحاجة دي تصبينها وحده بصراحة. أما المواعين الجزاز الصيني المنامين، الحاجات دي كلها تتغسل في الكروانة البلاستيك، بتخلي معاكي زي الفل. مسكت مطبخي برضو النهاردة سيقته بقى، بس أنا ما جبتلكمش بصراحة كل الدوشة اللي فيه، عشان أنا كنت واخدة راحتي في المطبخ، فما ينفعش طبعا أجيب لكم أنا بسيق بقى وكده. فانا جبت لكم من الاخر. كنت غسلت البوتاجاز بتاعي كله، صفيته بميه سخنه وخل وما خل. الميه والعينين بحطها في خل وكرول وصابون، وبسيب العينين تحت البوتاجاز لمده ساعه. دي جزاز بركنه لوحده ملوش لازمه عندي. المفارش اللي انتوا شايفينها دي غيرتها كله، غيرته وحطيت مفارش جديده. سيقت ونضفت. بص البوتاجاز ده بالخل والكرول، بالكرول والخل وميه سخنه، تخلي معاكم البوتاجاز ما شاء الله عليه بيلمع و... وما يعني ما بيضلمش. ولو عندك ربس الهدوم ده، طبعا دول ولا ده ولا بتوعي اللي انتوا عارفينهم. الجزاز بتاعي ده يعني كل توابلي فيها بصراحه. البراطين بتاعتي بغسلها وبنضفها، والفاضي بشيله والمليان ايه بخليه. وده كان مطبخي اخر ما نضفته وعملت الحاجه بتاعته كلها حبايبي، وسيقته ونضفته وحطيت فرشه نظيفه. وطبعا انا لازم ابو يعني ارشه باي ذبابه اي حاجه، لازم كده ننضفوه وكده نشتغل ايه اكلنا على رواقه، واعمل معاكم الغدا. وايه رايكم في المطبخ وجماله؟ كده حلو. ربنا يخليكم لي يا حبايبي، متنسونوش في اللايك والاشتراك لقناتي. تعالي يلا بينا كمان نبتدوا في ايه، في الغدا بتاعنا. النهاردة عندي فرخة، هنعمل أكلة النهاردة. الجو حار بصراحة، قلت أعمل معاكم أكلة خفيفة وحلوة، وأديكم فكرة كده على الأكل بتاعنا مختصر بصراحة. اللي حطيت الشوربة عليها، التوابل بتاعتها كانت طماطماية على بصلاية على ورق لورو على بهارات الفراخ. على الفرخة بتاعتي كنت غسلها جدا يعني، وانتوا عارفين غسلي في الفراخ وريتهولكم كذا مرة في فيديوهاتي. هنعمل شوية شوربة خضار، وقطعت الكوسة والجزر والبسلة والبطاطس أقطعها زي ما انتوا شايفين. ودي كانت الشوربة بتاعتنا، وتحطيها طبعا في الحلة، ويا دوب تغطي عليها مع فيفوزة مع نص وربع معلقة فلفل أسمر. دي كانت الشوربة، ودي الشوربة بتاعتنا حبايبي. تعالي بقى ايه اوريكي طريقة حلوة جدا للملوخية الخضراء. الملوخية الخضراء عندي بنجيه وتقرطفيها وتغسليها غسلة كويسة هي وكده. تجيب الشوربة يا دوب تغطيها، بتبقى ورق كده حية، وتحط الشوربة تغطيها. تغطيها وتحطي لها بقى نص فصين توم زي ما انت حابة، بقى نص فصين توم مع فيفوزية تظبطيها برضو. وباجي اعملها بضربها ضربتين في الكبة، ولا تخرطي
ولا تخرطي ولا الكلام ده، ولا ضرب في الخلاط برضه، عشان ما تبقاش زي الشوربة. في الخلاط باحسها زي الشوربة، أمّا بتضربيها في الكبة بتطلع تخينة وليها عرق، تبقى جميلة بُصّوا مخضرة، وما تخلّوهاش تستوي زيادة عن اللازم، وتطشّوا لها عادي طشّة عادية. أنا بصراحة لخّصت معاكم في التصوير الوجبي، عشان كنت تعبانة بصراحة في المطبخ والكاميرا وكده، وما كانش عندي حد بيصورني، فأنا لخّصت. عملت معاهم رز مفلفل حبة وحبة، وشوربة خضار، وده رز، والفرخة بتاعتنا حمّرتها حبايبي ومخلل، وكان ده غدانا. وربنا يحسن ما بين أيدينا وأيديكم إخواتي وحبايبي. مع